وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الواحد العلي الواجد الغني الطاهر من كل عيب الظاهر له كل غيب الذي ضفت ببدائع آلائه وراقت وضفت سوابق نعمائه وفاقت حمدا يوافي نعمه العظام التي لا تحصى كثرتها عددا ويكافئ مننه الجسام التي لو كان البحر لها مدادا لم تنفد ولو جيء بمثله مددا. والصلاة والسلام الأتمان على نبيه المنقذ من الضلالة المستقل بأعباء الرسالة المبعوث من أكرم الأعراق وأحسنها المنعوت بمكارم الأخلاق وأحسنها وعلى آله الأخيار المنتخبين وعلى أصحابه الأخيار المنتجبين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى النبيين وآلهم أجمعين وعلى كل عبد صالح إلى يوم الدين آمين آمين. المشاهدون والمشاهدات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة السلام الفضائية. وفي هذه الحلقة ما زلنا مع مقتطفات من كتاب العروبة والإسلام بالقرن الإفريقي للكاتب والمناضل الأستاذ محمد سعيد ناود رحمه الله، وما زلنا في مقتطفاته. وفي الباب الرابع عشر علاقة الحبشة بالعرب كنموذج إريتريا. في ذلك الوقت لم تسمى إريتريا بهذا الاسم، إنما اسم جديد بعد ما أطلقه الإيطاليون عليها، فبحكم موقعها الاستراتيجي بموقع القرن الإفريقي بمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، فإن إريتريا كانت في قلب كل الأحداث، لأن إريتريا تطل على البحر الأحمر ولها ميناءان عصب مصوع، وكما أنها شاركت في كل حدث وبشكل فاعل حيث أثرت وتأثرت. فالهجرات العربية القديمة منذ عهود سبأ وحمير قد شملتها، وهذا دليل على وجود اللغة الحبشية في إثيوبيا وفي أريتريا بما يسمى باللغة التجرينية أو التجرايت التي ينطق بها كذلك كثير من القبائل السودانية في شرق السودان. وهذه اللغة هي لغة حبشية جئزية حميرية وتكتب بالحرف المسند القديم الذي كانت تكتب به اللغة العربية، ولذلك لها علاقة الأزلية بمصر في كل العهود تقف شاهدة عليها. أولا ميناء عدوليس أو أدوليس وهي زولا، الآن منطقة اسمها زولا، كانت هذه ميناء قبل الإسلام، ميناء عدوليس، وكانت لها ثقافة وكانت لها نشاط تجاري وكانت ذات حضارة. هذه المنطقة علاقتها بمملكة أكسوم فيما يسمى الآن بمرتفعات إثيوبيا الشمالية تجراي. هذه المنطقة كانت من قبل تسمى بمملكة أكسوم بعد أن حوصرت النصرانية وذهبوا إلى هذه المنطقة. دخول النصرانية في وقت مبكر في القرن الرابع الميلادي عن طريقها بالبحر، الذين جاءوا بالرسالة النصرانية هم من سوريا عرب، وهم الذين نشروا النصرانية في إفريقيا عبر البوابة البحر، وهي أريتريا حاليا.
وقد غادرت عن طريق الشواطئ الإريترية وبالذات ميناء عدوليس. علاقتها بأرض الحجاز بالتجارة والمصالح والمصاهرة. وصول المهاجرين الأوائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك النجاشي أسحم قبل هجرته إلى المدينة المنورة كان عن طريق أريتريا. هذا يعني التغالط اللي يحصل بين الناس، إنه دخول الصحابة كان ليس بإريتريا ولكن لا، هذا تاريخ. وهذه المنطقة من قبل كانت تسمى ببلاد الحبشة، لا توجد هذه الأسماء الجديدة. فإذا وعلاقة إريتريا بالبجا، بجا هذه قبيلة كانت لها كذلك ممالك البجا، وقيام مجموعة ممالك بجاوية في أجزاء من إريتريا وبالذات في منطقة بركة الآن تسمى بركة قاش، والساحل الإريتري مدينة نقفة. بل إن هجر الموجودة بالساحل كانت عاصمة البجا. هجر يعني هي هجر، نفس الاسم موجود في اليمن، ومقر ملكها. علاقة إريتريا بممالك الطراز الإسلامي التي انتشرت على طول شواطئ البحر الأحمر الغربية. علاقة إريتريا بثورة الإمام أحمد بن إبراهيم جرانج ومشاركتها فيها، ومملكة سنار في السودان، وعلاقتها الوطيدة بأجزاء من إريتريا. كانت لها علاقة إريتريا بسنار، بمملكة سنار السابقة كانت موجودة ما يسمى الآن ببلاد السودان. ومشاركة إريتريا في الثورة المهدية كذلك. هذا تاريخ، والتاريخ لا ينسى ولا يضيع. إن اشتراك إريتريا في كل هذه الأحداث بحكم موقعها الوسط في المنطقة قد جعلها نموذجا للتواصل بين جنوب وشمال منطقة القرن الإفريقي، والتواصل بين هذه المنطقة والجزيرة العربية. تواصل إريتريا مع جزيرة العرب وأجزاء من القرن الأفريقي. تعتبر إريتريا وشعبها نتاج للتزاوجات التاريخية بين مختلف العناصر التي تشكل منها الشعب الإريتري، وهي الكوشية، الحامية، السامية، الزنجية. وفي هذه السمة يلتقي بل ويتطابق مع كل أجزاء القرن الإفريقي. يعني هنالك تشابه وتزاوج وتمازج بين هذه المنطقة فيما يسمى سابقا ببلاد مملكة الحبشة، أو الآن ما يسمى ببلاد القرن الإفريقي. وإن والهجرات المعاكسة على مدى الأجيال تعتبر حالة لازمت أراضي إريتريا من قبل الموجات البشرية المتدافعة والآتية من مختلف الاتجاهات. وكان الاتجاه الغالب من الشمال، حيث موجات قبائل البجا كلما اشتد الضغط عليها ممن حكموا مصر منذ عهد الفراعنة، ثم اليونان والرومان، وأخيرا العرب، تليها الموجات الآتية من الشرق عبر البحر الأحمر، وأكثرها من جنوب الجزيرة العربية. هذه مقتطفات من هذا الكتاب الجدير بقراءته. الناس تقرأ هذا الكتاب لأنه فيه معلومات، ورجل مؤرخ ورجل ليس بسهل. توفي رحمه الله، توفي في مدينة أسمر بعد تحريرها. نعم، إذن والأمر الذي يتفق عليه المؤرخون أن قبيلة أقعزيان من القعز هي أقدم من هاجر إلى الشواطئ الإريترية من القبائل اليمنية. أقعزيان، قعز الآن
تطلق للذي يسافر أو يرحل، الرحالة. قعزاء، قاعزو يقولوا طبعا الناطقون بالتجرينية، والناطقون بالتجري يقولوا قعزاء. إذن هذه كلها جاءت من اليمن، قبيلة الأقعزيان، حيث كان موطنهم الأصلي على الساحل بين صنعاء وعدن، ولهم نقوش تذكرهم في اليمن وأكسوم. وللأسف الشديد هذا التاريخ ضاع، الآن لا يوجد إلا المخطوطات موجودة وتريد البحث والاستقصاء. وقد حطت هذه القبائل السبئية رحالها فوق هضبة إريتريا وهضبة الحبشة، ومعها كنوز لا تثمن من التراث الأصيل، ومعها طبعا سد مأرب سبأ، مملكة سبأ العريقة. هذه كلها كانت ثروة جاء بها هؤلاء العرب في قبيلة أقعزيان إلى مناطق إريتريا والحبشة. وكذلك هناك معالم حضارة عريقة متمثلة في اللغة المكتوبة والمهارات الزراعية. الآن اللغة القعزية تكتب كما قلنا باللغة التجرينية واللغة التجرايت واللغة الأمهرية، هذه تكتب بالحرف المسند القديم. فإذن وتعتبر أو تعد الجيز هي أقدم لغة سامية في شمال شرق أفريقيا. لذلك حينما تذهب إلى هذه المناطق وأنت تعرف اللغة العربية قد تستفيد أو تستطيع أن تفهم ما يقوله هؤلاء الناطقين باللغة القعزية. وقد كانت لغة القبائل السبئية التي نزحت إلى هضبة إريتريا وهضبة التجراي من جنوب الجزيرة العربية منذ عهود قديمة، وكان القوم الذين تحدثوا بالجيز يطلق عليهم أقعزيان. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الكرام. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم في شرف العربية بعد فاصل قصير، ونواصل ما انقطع من حديث عن إريتريا والقرن الإفريقي، مقتطفات من كتاب العروبة والإسلام بالقرن الإفريقي للأستاذ المؤرخ المناضل محمد سعيد ناود رحمه الله. وقلنا تعتبر الجيز أقدم لغة سامية في شمال شرق إفريقيا. وقد تأثرت إريتريا منذ القدم بحضارة الجنوب العربي مع تعاقب هجرات القبائل السبئية لها، ودونت تراثها الحربي وآدابها باللغات واللهجات الجديدة التي وفدت إليها مع هذه القبائل على البحر الأحمر. وقبل شيوع الحروف السبئية لم تكن للسكان لغة مكتوبة، حيث كانت الجيزية أقدم هذه اللغات انتشارا وأبعدها أثرا في المجتمع الجديد، إلا أن اللهجات الحامية الكوشية المحلية ما لبثت أن تغلبت عليها، فاندثرت بمرور الأيام لتحل محلها لغتان جنوبيتان أخريان اشتقتا منهما، وهما التجري والتجرينيا، أي التجرايت والتجرينيا، التي الآن متداولة في الحبشة وشرق السودان وإريتريا.
وباندثار الجزية كلغة للتفاهم والكتابة انحصر استعمالها في الأمور والطقوس الدينية. الآن في بعض الأديرة والكنائس في إثيوبيا يقرؤون ما يسمى الإنجيل باللغة الجيزية. ولهجات الجنوب العربي الذي شاع استعماله في أزمان لاحقة في إريتريا والحبشة. حقيقة أن اللغة السبئية اندثرت حرفا ونطقا. هذه ليست اللغة السبئية الموجودة الآن، إنما هي اندثرت حرفا ونطقا في جنوب الجزيرة العربية، ولكنها ظلت باقية في إريتريا والحبشة حتى اليوم، حيث أن الأمهرية وهي لغة سامية كوشية وبجانب التجرينية تكتب اليوم بالحرف السبئي. وقد وقف الكاتب على ذلك بنفسه عند زيارة قام بها باليمن. الكاتب يقصد نفسه محمد سعيد ناود، حينما ذهب إلى اليمن وقف على هذه الأشياء، حيث زار خلالها مدينة مأرب التاريخية وتجول بين أطلال سبأ وعاصمة اليمن وعاصمة بلقيس سبأ، كما شاهد المتبقى من آثار سد مأرب الذي يعد أعجب عجائب الدنيا. وهناك شاهد الحروف السبئية المنقوشة في الصخور، وهي نفس الحروف الموجودة والمستعملة في كتابة اللغة الأمهرية والتجرينية اليوم في إثيوبيا وإريتريا. ومن هنا يتضح التأثير والتواصل بين إريتريا وجنوب الجزيرة العربية. ففي كتاب خلجان البحر الأحمر أو في كتاب خلجان البحر الأريتري، ومؤلفه بحار يوناني كان يسكن الإسكندرية وقام برحلة طويلة حول البحر الأحمر، وكتب عن ثغر عدوليس التاريخي، وذلك في عام 60 ميلادية، حيث يقول: ليس لهذه البلاد، يقصد بذلك سواحل البحر الأحمر الإريترية، ليس لها ملك واحد يخضع له الجميع، إذ بكل سوق ومدينة على الساحل زعيم، وبعد زعماء هذه السواحل مستقلون وبعضهم الآخر يدينون بالولاء لدولة حمير في اليمن. وعليه فإن علاقة إريتريا بالجزيرة العربية هي علاقة منذ القدم، ولا علاقة بذلك بهجرة الرشايدة الرشايدة قبل 100 سنة جاءوا إلى هذه المنطقة بعد ما حصل نزاع بينهم وبين أخوانهم في الجزيرة العربية، وكانوا آخر القبائل العربية التي هاجرت من الجزيرة العربية في وقت قريب، وذلك في عام 1869 باتجاه إريتريا والسودان، وهي قبائل رعوية. التأثير الخارجي كما هو معروف في عالم اليوم من تدخل للقوى العظمى ومن خارج المنطقة وتأثيرها على المنطقة عسكريا وسياسيا واقتصاديا، فإن ذلك كان موجودا منذ الأزمان الغابرة، وقد عرفت هذه المنطقة نموذجا متمثلا في الفرس والرومان، ومحاولة كل منهما الاستئثار والفوز بأكبر نفوذ وأوسع رقعة بجغرافيا في هذه المنطقة تأمينا لمصالحهم، كما حدث الآن بعد تحرير إريتريا وأخذ استقلالها. كان هنالك تنافس وأطماع حول جزيرة دهلك، كل يريد أن ينشئ فيها قاعدة عسكرية في هذه المنطقة لأهمية المنطقة وباب المندب والبحر الأحمر في القرن الإفريقي. أطاح الأكسوميون بالحميريين، أطاح الأكسوميون بالحميريين بالتحالف مع الروم وحاموا اليمن، وبعد أن ضاق الحميريون ذرعا بالحكم الحبشي. طبعا حبش أبرهة الحبشي هو أصلا جاء من إفريقيا بما يسمى كان يسمى بلاد الحبشة في القرن الإفريقي، وحكم
اليمن بعد حروب، وهو الذي كان يريد أن يهدم الكعبة المشرفة، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى عليه بأبابيل، طير أبابيل، كما جاء في سورة الفيل. وأرادوا أن يستعيدوا حريتهم، فالتقوا حول كبيرهم سيف بن زيز الحميري، الذي رأى أن استنجد بحلفاء حمير الأقدميين وهم الفرس. وقد اتصل سيف زيز بكسرى شروان ملك الفرس عام 575 ميلادية، حيث وافق كسرى على إرسال جيش للقضاء على النفوذ المسيحي النصراني الحبشي في جنوب الجزيرة العربية، ولتأمين جبهته الجنوبية ضد نفوذ الروم والسيطرة على الملاحة بالبحر الأحمر، وبذاك يحارب تجارة الروم التي أصبحت متزايدة منذ استيلاء الأحباش على حمير باليمن. نجح كسرى في التقلب. هذا التاريخ أثر على منطقة البحر الأحمر. الحروب التي كانت بين الفرس وكانت بين العرب وبين الحبشة وبين الذين سيطروا على اليمن أثرت على القرن الإفريقي حاليا. هذا القرن الإفريقي هو مصطلح جديد، أو بلاد الحبشة سابقا، أو مملكة الحبشة. لذلك نجح كسرى في التغلب على الأحباش، وصار الملك في حمير لسيف بن زيز، إلا أنه وقع فريسة حادث اغتيال إذ اغتاله رجل من الأحباش. ومنذ ذلك الحين سقطت مملكة حمير في أيدي الفرس الذين أصبحوا يبعثون إليها الحكام، ومن خلالهم يسيطرون على كل الأوضاع. لذلك وجود الزيدية، وما الزيدية هو بعد الفرس وما الفرس وكذا، يعني هكذا. فمملكة حمير في أيدي الفرس الذين أصبحوا يبعثون إليها الحكام، ومن خلالهم يسيطرون على كل الأوضاع. لذلك الشيعة في اليمن يسمون بالزيديين. هل هؤلاء الشيعة أصلهم فرس؟ ولا أدري تاريخ دخول الشيعة في اليمن، لأن الشيعة انتشرت في القرن قبل العشرين هذا في منطقة إيران، فما علاقة اليمن بالشيعة؟ وذاك مبحث لوحده. إذن ومن ذلك الحين سقطت مملكة حمير في أيدي الفرس، وأصبحوا يبعثون إليها الحكام من خلالهم يسيطرون على كل الأوضاع. وكان آخر حاكم حمير باذان الذي اعتنق الدين الإسلامي سنة 628، وفي ذلك التاريخ عادت اليمن مرة ثانية إلى أيدي العرب بعد الفرس قضى عليهم. رجعت اليمن إلى أيدي العرب، وانتهى عهد النفوذ الخارجي في جنوب الجزيرة العربية. كان لوجود النفوذ الأجنبي في جنوب الجزيرة العربية تأثيره المباشر على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر. إذن ارتباط إريتريا بالجوار، عرفت إريتريا وأجزاء منها لدى المؤرخين العرب كالمقريزي وابن حوقل والمسعودي والعمري متداخلة مع غيرها بأسماء عدة، مثل ممالك الطراز الإسلامي أو ضمن ممالك البيجة، حيث كان بها 5 من هذه الممالك البيجاوية. وخضعت إريتريا بحكم موقعها الجغرافي وتعدد الهجرات البشرية التي استقرت في مختلف مناطقها لدول مختلفة في وقت واحد. وارتبطت بعض أجزائها بأجزاء أخرى من البلدان المجاورة، ورغم التأثير من قبل الجوار الذي ارتبطت به إريتريا أو التأثير الأجنبي مثل عهد الأتراك والعهد العثمانيين،
إلا أن السلطة الفعلية كانت في أيدي الزعماء الوطنيين. عندما دخلوا ساندوا العثمانيون الدولة العثمانية المسلمين في إريتريا واحتلوا وفتحوا مصوع، لأنه كان هم على الحجاز، كانت تسمى ولاية الحجاز، فلم يكن لهم أثر كبير، إنما كانت هنالك السلطة في أيدي الزعماء الوطنيين الذين اتخذوا لأنفسهم ألقابا مثل رأس وكنتيباي في المرتفعات الشمالية، ولقب دجلل في المنخفضات الغربية، ولقب نائب في مصوع، هكذا كانوا يسموا نائب يحكمون بدلا عن الحاكم، ولقب سلطان في منطقة دنكاليا أي عصب. وعن التواصل والارتباط بالجوار، في إن منطقة جنوب أريتريا وهي منطقة الهضبة الإريترية كانت تخضع أحيانا لمملكة تيغراي الإثيوبية. مشاهدي الكرام، في ختام هذه الحلقة استودعكم الله، ونلتقي في حلقة جديدة، وإلى اللقاء. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي